وأريد أن أقول كلمة، فلا يدري أحد متى يلقى الأخ أخاه، وكأس الموت والمنية دوار لا محالة، ولكن أوصي نفسي وإياكم بالمحافظة على صفاء المنهج، فقد شابته كثير من الشوائب، وما عاد الأمر كما كان قبل. فحافظوا على صفاء منهجكم، وتحملوا في إظهاره ما هو معلوم مما يقوم به الحزبيون عند اكتشاف أنك على الحق. يعطلون مصالحك ويحاربونك ويؤزون عليك العامة ويشيعون عنك الشائعات ولا يدعون لك منقبة. كل ما آتاك الله من خير يقلبونه أمام الناس شرا، ويدعون فيك بالدعايات العريضة، يستبيحون عرضك، يتكلمون فيك بكل نقيصة، ويفترون ويبهتون. ونتحمل لله رب العالمين، لأننا ما دمنا على الحق فلن يضرنا كيد الكائدين، ولا مكر الماكرين، ولا تآمر المتآمرين. المشكلة كلها في أننا قل إخلاصنا، وإلا فما كان واحد من هؤلاء من أهل البدع يرفع له رأس ولا يعلو له صوت ولا يكون له في قوم قائمة، لأن أهل البدع أهل مذلة، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاثبتوا عباد الله وتحملوا في الله جل وعلا، فإن وطأة هؤلاء شديدة، وفجورهم في الخصومة لا حد له، وافتراءاتهم وشائعاتهم وبهتانهم على أهل السنة والحق تجاوز المدى مما لا يتصوره الإنسان عندما يبهت بأمور ما كان يتخيل أن يتطرق إليها شيطان من شياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس. ولكن بذا قضى ربنا جل وعلا، فنتحمل لله جل وعلا، وفي الوقت ذاته نجتهد في نشر الخير والدعوة إليه، لأنه لا يسع الإنسان إذا كان على الحق ألا يبلغ هذا الحق وألا ينشر هذا الحق، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا من الأمور الأربعة التي يخلل بها الإنسان من الخسران، كما قال جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يقسم ربنا تبارك وتعالى بالزمان، بالعصر الذي هو محل وقوع الكوائن في هذا العالم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان يعني جنس الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه دعوتنا: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فلا بد من الدعوة إلى الحق، لا يسع إنسانا علم الحق ألا يدعو إليه. وأما طريقة الدعوة إليه فهذه تراعى فيها مصالح ومفاسد، ولكن لا بد من الدعوة إلى الحق، وإلا فلا ينجو الإنسان من الخسران، لأن الله جل وعلا أقسم أن جنس الإنسان في خسران إلا الذين توفرت فيهم هذه الأمور الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذا منهج متكامل، هذه دعوتنا: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله إلى الناس إلا هذه السورة لوسعتهم.
لكفتهم لما فيها من البيان مع الإيجاز، فنجتهد ما دمنا على الحق في الدعوة إلى الحق، في التواصي بالحق، في بيان هذا الحق، وفي الصبر على الأذى في البيان والدعوة، لأن كل آمر بمعروف وكل ناه عن منكر لابد أن يصيبه من الأذى بحسبه، كما وصى لقمان ابنه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يصبر على الأذى الذي يصيبه بسبب ذلك. واصبر على ما أصابك. يأمر بالمعروف يؤذى، ينهى عن المنكر يؤذى، والأذى عندما يتأتى ممن يعتقدون أنهم على الحق وهم على صريح الباطل، ويؤثر فيهم الدين في الخلق شيئا، وإنما هم على فجور في الخصومة، وهي خصلة من خصلات النفاق وصفة من صفات المنافقين. ولكن نحن في عصر صارت الدعوة إلى الإسلام فيه عند كثير من هؤلاء المنحرفين بالباطل، بالكذب، بالفواحش، كما قلت قديما في إبان المعركة بين أهل الحق وأهل السنة عندما وقعت الأحداث في مصر، وهو ما هو معلوم فيما سميته بالحرب بالفواحش. الحرب بالفواحش، يحاربون أهل الحق ويدعون إلى الدين بزعمهم بالفواحش، ويخوضون في بركة من الوحل من أجل الوصول إلى غاية لا يمكن أن يصلوا إليها في حال نظافة ولا طهارة، وإنما هي النجاسة التي يخوضون فيها ولن يصلوا إلى شيء. اثبتوا عباد الله واعلموا أنكم على الحق، وما دام الإنسان على الحق فينبغي عليه أن يعتز بالحق الذي هو عليه. وأما الخنوع وأما محاولة الجمع بين الدنيا والآخرة في قرن، بمعنى أن يكون الإنسان على الحق ويهادن من أجل الدنيا وألا يصله لون من ألوان الأذى لا في مصلحة ولا مال، فهذا لا يكون عند من أخلص لله دينه. حفظكم الله ورعاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.